واحد من اكتر الاسئله اللي هتحيرك شويه وانت مسافر هو يا ترى احجز انهي كرسي في الطياره. والحقيقه انا بالنسبه ليا بحددها حسب مده الرحله وعايز انام ولا لا، وانت هتبدا مع السفر الكتير تحددها حسب طبيعه شخصيتك او ظروف رحلتك يومها. يعني لو انت شخص بتحب تتحرك كتير، سواء بتحب تمشي في الممر او بتروح الحمام اكتر من مره وقت الرحله، فالانسب ليك انك تختار كرسي للممر، خصوصا لو رحله مدتها طويله. اما ان كانت رحلتك مدتها قصيره وحابب تتفرج على المنظر من الشباك او حابب تنام بدون ما حد يزعجك ويخليك تقوم من كرسيك، فاختار كرسي الشباك. عندك كمان كراسي الطوارئ، ودي ممكن تحجزها بنفسك اونلاين او تطلبها على الكاونتر، ودي بتتميز بمساحه اكتر من اي مكان تاني على الطياره. اما لو مش فارق معاك وحابب توفر فلوسك، فانت ممكن تعمل تشيك ان اونلاين عادي وتروح على الكاونتر تخليه يغيره ليك لو مش عاجبك، او لما تطلع الطياره وتسمع جمله بوردنج كومبليتد تقدر تقوم من الكرسي اللي انت فيه وتقعد في اي كرسي تاني في حاله ان الرحله فيها كراسي فاضيه. زي ما قلت لك دي بتختلف من شخص للتاني، فقول لي في الكومنتات انت بتختار الكرسي في الطياره على اساس ايه.